مقولة أعجبتني جدا: إذا ظلمك أحد فلا تنتقم منه، بل راقب من بعيد وسترى القدر، فالقدر يبدع دائما في تصفية الحساب، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أطباق الندى. النهارده هعمل معاكم الزيتون الاسمر، كبس الزيتون او ترقيد الزيتون زي ما بيقولوا. هو كانت اول تجربه ليا، بس بصراحه طلع جميل جدا. الزيتون اليومين دول مالي السوق، يعني يا ريت اللي بيحبه يلحق يجيبه، هيوفر معاكي كتير جدا. هو من بين 40 و50 حسب ما تشتريه. حتى لو لقيتيه دبلان شويه، انا بصراحه مش انا اللي جبته، هو حد جابهولي يعني، بس انا لقيته دبلان وكنت متضايقه وقلت مش هينفع، بس صورته. النتيجه طلعت بصراحه في منتهى الجمال. همشي معاكم خطوه بخطوه وهتشوفيني عملته ازاي والنتيجه هتطلع ازاي. وان شاء الله هتعجبكم طبعا. نخش بقى على طول في المقادير وهنقول بسم الله. عندي هنا 2 كيلو زيتون. الزيتون ده الراجل قال لنا عليه ان هو اسمه زيتون اسباني، انا برضو مش هكدب عليكم، انا ما اعرفش في انواع الزيتون قوي. لقيته مكرمش كده شويه وكنت متضايقه بصراحه وما كنتش ناويه اصوره لان شكله ما عجبنيش، بس قلت هصوره واشوف في الاخر، لو طلع حلو هنزله، طلع مش حلو ما كنتش هنزله. فضيته بقى في الصينيه وهنقي لو فيه قش او ورق من ورق الزيتون، هنقيه كويس كده زي ما انتم شايفين وهغسله. غسلته غسله حلوه كده، يعني شطفته 3 4 مرات، ما سبتوش منقوع ولا حاجه. 3 4 مرات كده لغايه ما تتاكدي ان التراب اللي فيه كله نزل. وبعدين هتمسكيه بقى بالسكينه كده، تشقيه شقه واحده كده، يعني ما تلفيش السكينه عليه زي الزيتون الاخضر ولا حاجه، فتحه واحده كده بالطول او بالعرض زي ما تيجي معاكي. وطبعا في الاثناء دي وانت بتفتحي فيه برضو تقلبي فيه، ولو لقيتي زيتونه طريه او مهريه ارميها استبعديها، لان طعمها هيغير باقي الزيتون. هي مش هتهري باقي الزيتون طبعا لان هي بس هي اللي هتبقى بايظه، انما طعمها هيغير طعم الزيتون معاكي كله. يبقى وانت بتشتغلي كده لو لقيتي الزيتونه مش نظيفه مش حلوه مش عاجباكي، تروحي مستبعداها ورميها. انا غسلت يعني قطعت الزيتون كله زي ما انتم شايفين، او شقيت الزيتون كله. هجيب الصينيه بتاعتي تاني شطفتها، هنزل فيها كده بالزيتون بسم الله. زي ما انتم شايفين عمل لون في المصفى. الزيتون بيبقع على فكره، اللون بتاعه وانت بتشقيه كده بيبقى اللون البنفسجي او البتنجاني كده بيبقع لو جه على اي حاجه يعني. هامله بقى الصينيه ميه كده واشطفه شطفه واحده بس سريعه، برضو انا مش عايزه انقع خالص، انا بنقعش الزيتون خالص ولا الليمون كمان بنقعه. شطفته شطفه حلوه، هصفيه بقى. هتاكد ان هو اتصفى من الميه بتاعته كويس، يعني سيبيه دقيقتين 3، ما تسيبهوش بقى لما ينشف عشان ما يتبلش معاكي اكتر من كده. انا صفيته وحطيته في الصينيه. هبتدي احط بقى عليه على كل كيلو معلقتين ملح كبار هرميين. وتقريبا كيس الملح ده دلوقتي بقى ياخد 5 معالق بس. كيس الملح برضو كان زمان كبير كده بخيره، مش عارفه ايه اللي جراله. حطيت 4 معالق. هقلب بقى الزيتون، عايزه كل زيتونه تكون متغلفه بالملح. ليه ما قلبتش الملح او حطيت عليه الملح وهو في المصفى؟ لان الملح كان هيقع منه معظمه يعني في المصفى، ما كنتش هاخد ريحتي في التقليب كده زي ما بقلب في الصينيه. هقلب الزيتون كله كده، هتاكد ان الزيتون كله اتغلف بالملح زي ما انتم شايفين. هرجع احطه في المصفى تاني واحطه بقى كده بسم الله. وانا بص عليه برضو كده، لو لقيت حاجه ما عليهاش ملح زي ما انتم شايفين كده بعمل عليه بايدي عشان اتاكد ان كله واخد من الملح. هو الزيتون ده عايز طولة بال شويه، بس على فكره النتيجه بتاعته طلعت روعه. هو مالي السوق ما شاء الله السنه دي، انا بقالي كام سنه نفسي اجيبه بس ما كنتش بلاقيه. بعد ما خلصت بقى هحط حوالي معلقه كمان على ايدي كده، هرشرشها على وش الزيتون عشان اتاكد ان وش الزيتون كله عليه ملح. وهضغط عليه كده، ما تخافيش مش هيجرى له حاجه لما تضغطي عليه، اضغطي عليه ضغطه حلوه كده. وهجيب بقى كيسين تلاجة او هاتي اي حاجة، يعني عايزين نغطيه بحاجة على اساس ما يخشلوش برضه هوا. ففتحت كيسين تلاجة كده وحطيتهم عليه زي ما انتم شايفين كده. هتأكد ان هو متغطي كويس. هحط عليه بعد كده غطا الحلة او اي حاجة عندك عشان تحطي عليه حاجة تقيلة. دي بقى اسمها كبس الزيتون، ان انت بتضغطي عليه او بتكبسيه كده عشان ينزل المرارة بتاعته وينزل المية بتاعته. انا حطيت عليه الهون بتاعي، بس الهون بتاعي خشب بس تقيل. وحطيت عليه كمان مفتاح كده، هما بيقولوا عليه مفتاح انجليزي، يعني اي حاجه تقيله عندك. ده لقيته تقيل قوي فرحت حاطه عليه. وكل يوم كنت بفضي الطبق اللي تحتيه، كنت بلاقي الميه نازله سودا، وانا كنت وريته لكم في الفيديو بتاع الزيتون الاخضر. بعد 3 ايام انا بقى ابتديت فتحت عليه تاني. طبعا الاكياس شلتيها ما تركنيهاش في الزباله على طول.
متفقين ان احنا مش عايزين اي كركبه جنبنا. هجيب الصينيه بتاعتي، افضي بقى فيها الزيتون كده، بسم الله، الله اكبر. افضي الزيتون فيها. ده كل يوم كنت بينزل ميه زي دي واكتر كمان. الزيتون من الكبس اللي هو اتكبسه، ومع الملح اللي محطوط عليه كمان ابتدى يكرمز زياده زي ما انتم شايفين. انا بحاول اقربه لكم كده عشان تشوفوا شكل الكرمشه اللي فيه. بس كل ده هيرجع تاني لما تحط عليه الميه المغليه. هاخد الزيتون بقى كده اشطفه شطفه حلوه من الملح، عايزه اشطفه ما يبقاش فيه ملح خالص. شطفتين 3 4 لغايه ما الملح اللي فيه ده يختفي خالص. بعد ما شطفته ورجعته كان ده شكله. هنزل عليه بميه مغليه، ميه مغليه عايزاها تغطيه. يبقى انا كده شطفت الزيتون واتاكدت ان هو ما فيهوش اي كميه ملح خالص. نزلت عليه بميه مغليه. هسيبه بقى في الميه المغليه كده لغايه ما الميه تبرد خالص وتبقى ميه زي الميه بتاعه الحنفيه بتاعتنا العاديه كده. بصوا بقى الزيتون كده ابتدى. هي الميه لسه سخنه بس انا حاولت اوريه لكم. ابتدى الزيتون الكرمشه اللي فيه دي تفك شويه وهيرجع الزيتون يعني معمول زي اللي اكنك لسه جايباه مثلا من على الشجر. ابتدى يفك شويه. وزي ما قلت لكم هو الزيتون اصلا جاي لي دبلان، بس في السوق زيتون جميل جدا على فكره. انا شفت ناس كتير جايباه احلى من ده بصراحه، بس ده برضو نتيجته طلعت في منتهى الجمال. الزيتون في السوق ما بين 40 و50. الزيتون الاسمر فيه تفاحي وفيه الاسباني وفي انواع كتير. بس دوت اللي جابهولي قال لي الراجل قال له ده زيتون اسباني. بعد ما الميه بردت خالص انا صفيت الزيتون شطفته شطفه من الميه وده بقى شكله. هبتدي بقى اعبيه في البرطمانات بتاعتي كده، بسم الله. البرطمان بتاعك طبعا غسلاه ومعقمه كويس. هملى البرطمان وهسيب فيه حوالي يعني تلته كده او اقل من تلته شويه فاضي عشان اعمل حساب الميه وحساب الزيت اللي هحطه. فضلوا الحبه دول هحطهم في علبه جبنه كده كانت عندي. فضيت كده الزيتون زي ما انتم شايفين في البرطمان وفي العلبه. والبرطمان تقريبا يعني تلات ارباع او اقل شويه فاضي زي ما انتم شايفين كده، عشان لسه هحط عليه ميه بملح واحط عليه زيتون كمان. عندي هنا بقى جبت ميه مغليه وبارده او ميه من الفلتر، دول 6 كوبايات بالمج العادي خالص بتاع الشاي. كل كوبايه بحط عليها معلقه ملح، دول 6. انا عملت بزياده عشان لو فضل معايا مش مشكله، انما ما اقعدش ادوب تاني. 6 معالق على 6 كوبايات. هو الكيس تقريبا طلع 6 معالق بالظبط. هدوب بقى الملح كويس. ودول حوالي كانوا 5 6 ليمونات بس كبار. عصرتهم برضو وحطيتهم. الليمون ده برضو هيبقى زي مية حافظة مع الملح. هقلب بقى كويس لغاية ما الملح يدوب معايا تماما. بلاش خل عشان الخل هيهريه، ما تكتريش برضو في الملح. ومش محتاج اكتر من المية بملح، ما تكتريش قصدي في الليمون. هو محتاج ميه وملح بس. والزيتون الزيتون ده اساسي يعني. في ناس بترقده في الزيتون بس. هو الترقيد بقى عشان بيتحط في الزيتون. يبقى الكبس انك بتضغطي عليه بحاجه تقيله بتكبسيه يعني، او بتكبسي عليه بحاجه عشان ينزل مرارته وينزل الميه بتاعته. والترقيد ان انت حطيتيه تحت الزيت. انا حطيت الميه كده زي ما انتم شايفين، الميه مش واصله للاخر. انا كنت بس بشوف الميه في البرطمان وصلت لفين. زي ما انتم شايفين الميه مش واصله للاخر لان هحط عليه زيت. عندك زيت زيتون يبقى تمام. هو يعني مفضل ان تحط في زيت زيتون، ما عندكيش حطيه في زيت عادي، بس يا ريت يكون زيت نباتي اللي هو ذرة او دوار الشمس. بلاش زيت التموين طبعا، والزيوت اللي طعمها وحشه دي بلاش منها في الزيتون ده بالذات. ما تبقيش جايبه الحاجه غاليه وتستخسري فيها حبه زيت بصراحه. حطيت كده غطيتهم الاتنين زي ما انتم شايفين بالزيت. اتاكد بس ان الزيت واصل لوش وش الزيتون كده، مش وش البرطمان طبعا، يعني مغرق الزيتون خالص. وانا عشان بحب الحاجه حرقه شويه بصراحه جبت قرنين فلفل بس، حطيت في كل واحد قرن فلفل. طبعا ده اختياري يعني مش ضروري انك تحطيه. كده خلص معاكي تخليل الزيتون. يقعد معاكي قد ايه؟ يقعد معاكي من اسبوعين ل3. كل ما هتسيبيه اكتر طبعا كل ما الطعم هيطلع معاكي ممتاز. هقفل عليه كويس. مش لازم تحطيه في التلاجة، انا هسيبه بره ولما افتح عليه هوريهولكوا طبعا. انا مش هنزل الفيديو الا لما افتح عليه عشان اوريكم شكله. اتاكد بس ان الزيتون كده مغطي الوش كله.
وهقفل عليه كويس كده زي ما انتم شايفين. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وبألف